في ناس كتيرة جت جديد وعاوزة تبني الكريدت كارد بتاعها. أول خطوة خالص بتروح البنك بتعمل حاجة اسمها سكيور كريدت كارد. إيه بقى السكيور كريدت كارد؟ أنت بتحط فلوسك بتاعتك أنت جوه الكريدت كارد، وبعد كده بيدولك كريدت كارد تسحب الفلوس ديت وترجعها تاني. هي فلوسك بس هم دلوقتي عمل لك ايه؟ سكيور كريدت كارد عشان يبني هيستوري ليك. فهو بالحركه دي بتتعمل ازاي؟ انت دلوقتي رحت عمليه جاز $50، لازم انت تدفعها تاني. انا دلوقتي عاوز ابني الكريدت سكور بتاعي اعلى، اي حاجه تشتريها في نفس اليوم ادفعها. ما تقولكش بقى 30 دايز ولا 20، لا، اسهل حاجه انا قادر الكريدت كارد السكرت بتاعته اللي هي اهم حاجه، اللي انت قادر تشتري حاجه اشتريها بالكريدت كارد وعلى طول في نفس الوقت اطلع على التليفون بتاعك وابعت البيمنت بتاعك، هتلاقي السكور بتاعك عالي. طيب لو انا مش قادر ادفع على طول في الوقت بسرعه، ادفع المينيمم بيمنت قبلها باسبوع، قبلها باسبوعين. في حاجه اسمها كلوزنج ديت، حاجات ديتيل كده، بس بالتقريب قبلها باسبوع، قبلها ب 10 ايام ادفع البيمنت بتاعك. بعد ما تعمل السكيور كريدت كارد هتلاقي نفسك هيجي لك اوفرات اللي انت تعمل كريدت كارد عاديه. اهم حاجه بقى في الكريدت كارد استخدم 30% من البالانس بتاعه. يعني ايه؟ جالك ابروف ب $10,000، $10,000 اخرك فيهم تستخدم بس $3,000. $3,000 ممكن يبقوا رايحين جايين، بس ده حاجه اسمها كريدت يوتيلايزيشن. تستخدم في طريقتين. كام كارت معاك؟ مثلا لو معاك 3 كروت كل كارت 10,000 10,000 يبقى كده التوتال 30,000، يبقى استخدامك في الكروت كلها $10,000. بس خلي بالك بقى، في كروت بيبقوا 5 وكروت 10، يعني في فرق. كل كارت لازم تعمل بس 30% عشان الكريدت سكور بتاعك يبقى عالي وكويس. تالت حاجه بقى، ودي نقطه مهمه برضو اول حابه اتكلم فيها، لو عليك كوليكشن ما تدفعش الكوليكشن غير اما تتصل بيهم وتقول لهم ابعت لي حاجه اسمها ديليشن ليتر. ممكن عاوز ادفع بس يا ريت تعمل لي ديليشن من على الكريدت ريبورت بتاعي، اوكي، عشان ما ياثرش على السكور بتاعي. واخر واحده بقى بالمره، في فرق بين الكريدت كارد والديبت كارد. الكريدت كارد دي فلوس البنك انت بتستخدمها، الديبت كارد دي فلوسك انت اللي بتستخدمها. فنصيحه مني ليك، لو انت عاوز تعلي السكور استخدم الكريدت كارد الاول، وبعدها على طول بدقيقتين روح ادفعها. مثلا مليت جاز، اطلع على الاب بتاعك بتاع البنك ادفع ال $50 اللي انت بنيت بيهم جاز. ده اللي هيعلي السكور بتاعك. في حته بقى حلوه قوي، هو ليه احنا بنستخدم الكريدت سكور لما تيجي تشتري بيوت؟ احنا بنستخدم الكريدت سكور لشراء البيوت علشان البنك بيبص عليها ان هي حاجه اسمها ريسك فاكتور. ريسك فاكتور يعني ايه؟ خطوره العميل دوت، هل بيتعامل مع البنوك بطريقه لذيذه، بيدفع في وقته، ما بيصرفش كتير، على طول بيدفع الكريدت كارد بتاعه ولا لا، بيشوف التعامل معاك والهيستوري بتاعك. فالحته ديت هم عاوزين البنك بتاع البيت لما يجي يسلفك الفلوس بتاعت اللي انت هتشتري بيها بيت لازم يكون مطمن ليك. طيب ايه بقى السكور البداية ايه في البنوك في تعامل اللي انت عشان تشتري بيت؟ السكور بتاعك بيبدأ من 580 لغاية فيما فوق. طبعا كل ما يعلى كل ما يكون احسن، يعني يديلك انترست ريت احسن، عشان بيقول لك لا انا واثق في التعامل معاك، انت السكور بتاعك 800 فانا هديك ريت احلى، عشان انت ايه، مش عاوز تبوظ الكريدت، مش خايف ان انت تبوظ الكريدت. طيب ابو 580 هدي لك الفلوس بتاعتك، بس في برامج ليها لازم تحط فيها مورجج انشورنس، ممكن الريت يكون اعلى سنه بس هيدي لك فلوس. خلي بالك برضه لما تيجي نشتري بيت، احلى حاجه هم ليه بيدوا لك من 580 واعلى؟ عشان البنك لما بيجي يسلفك بيسلفك بضمان البيت، مش بيسلفك للي هو الوطن، لا ده هو بيسلفك بضمان ايه؟ البيت. فعشان كده هو عاوز يميك شور ان انت تعاملك كويس مع البنوك، خايف على الكريدت سكور بتاعك، فعشان كده ممكن يسلفك. في نفس الوقت الامان بتاعه اللي انت هتحط داون بيمنت، مش عاوز انت تخسر فلوس الداون بيمنت ومش عاوز تخسر حق الدفعات، فهو بيبقى شريك معاك في البيت لغايه ما تدفع للبيت خالص. على العموم لو عندك اي استفسار انا تحت